هسه القوام مالتها هذا صار عندنا، شوفوا هذا القوام مالتها اللي صار عندنا. هسه شو نسوي؟ خلصناها، يعني نخلي لها شويه حليب، يعني على قد خاشوقتين، خلي لها حليب على مود الطعم، ينطيها طعم زياده. هذا الحليب طعمه كلش طيب، والحليب طبعا مفيد، تعرفون انتم فوائد الحليب. خلينا بيها حليب فريش، خلينا بيها حليب مجفف. ما احكي لكم ريحه الدهينه اللي صارت عندي. خلينا نصفي هنا. صارت هسه صارت العجينه صارت جاهزه. خلونا نصفي الغراض هنا شويه، يصير لي مجال اجيب شويه. شوف هاي شنو، تذكرونه حب عين الشمس، دوار الشمس. اليوم نسويه بالليل. كملت عندنا. خلوا واحد يساعدكم بالجذر لان شويه ثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه نفرغ الخليط على جوز الهند هيجي بهالطريقه، نوزعه توزيع صحيح. وي حار الجذر نار والله العظيم. نفرغه هذا اللي نازل بالجذر، فرغناه. فرغناه هسه. هاي جذر حار نار. هو حار الجذر نقعوه، لان هذا بس يبس بعد ما يطلع من عندنا. هسه شو نسوي؟ نعطيها رشه مال جوز الهند خفيفه على هذا الوجه مالتها، على مود هذا ما يلزق عندنا، من نقلبها من نشيلها على مود ما تلزق عندنا، رشه خفيفه هيك. خليت 4 كيلوات اقول رشه خفيفه، يا رشه خفيفه. هسه وين؟ على الفرن. نتاكد انه نرجع التايمر على 90 دقيقه، فوق وجوه 140 درجه الحراره، وراح نودعها هسه ننتظرها 90 دقيقه. تكمل 90 دقيقه اصدقائي ونرجع لكم.